بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم انتخابات الشرقية. بنرحب بالدكتورة إيمان السيد عبد الموجود، مرشح الدائرة السابعة لمجلس النواب المصري. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة إيمان. أهلا وسهلا بحضرتك. محتاجين بقى حضرتك تعرفينا من هي الدكتورة إيمان عبد الموجود. دكتور إيمان السيد عبد الموجود مفتش عام بالضرائب العقارية على مستوى الشرقية، دكتوراه فلسفة علوم سياسية واقتصادية. أنا من فؤوس البلد، حفيدة العمدة بدر عمدة فؤوس البلد. وأساسا والدي أساسا يبقى من تبع أبو كبير وبنها، خليط ما بين الاثنين. جدتي الحاجة توحيدة نمر من عائلة نمر، الدكتور حلمي نمر يبقى أخو جدتي، وجدي أبو والدي من بنها. طيب يا اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ايمان. دكتور ايمان، خليني اسالك سؤال بقى. انا كناخب او يعني كابن بقى من ابناء الدائره السابعه، سواء بقى من مدينه فؤوس، من كفر صقر، من ولاد صقر، ليه انتخب الدكتوره ايمان؟ والله انا كان في الاول في البدايه مش كان في دماغي انتخابات خالص. انا بحكم شغلي مع الناس في الشارع، خدمات للضرائب العقاريه، تنشيط تحصيل، فبدات اسمع مشاكل الناس واعرفها. فلما بدات اعرف المشاكل بدات اتعامل معاهم، بدات احل بقى بعض المشاكل لهم. فقالوا ليه يا دكتوره ما تفكريش تنزلي الانتخابات؟ فمن هنا بدات نقطه الانتخابات يعني، وبدات اسمع كلامهم وبدات ارشح نفسي. يعني احنا خضنا التجربه بناء على طلب من الناس ان احنا نخوض التجربه بعد ما بدات تسمعي مشاكل الناس بقى وتحلي فيها بالفعل. زي مشكله الرز اللي كان حصلت في ميت العز، لما طلبوا الارض جفت ومش اشتغلت والمياه مش هتوصل، فضلنا وراها. كلمت وكيل وزاره الري، وكلمت مديره هندسه الري الباشمهندسه لمياء، وتواصلت معاهم. وفي الاخر اكتشفنا ان كوبري كفر العدوي في زمان مكان مقفول، وكانت منع الباشمهندسه ان احنا نفتحها، بس انا قلت على مسؤوليتي ومضيت انها على مسؤوليتي، والحمد لله تمت. الحمد لله. انا محتاج اسال بقى حضرتك، ايه اهم الملفات اللي حابه تخوضي فيها تجربتك الانتخابيه؟ اكيد احنا يعني عاملين هوت سبوت على مشاكل معينه، حابين ان احنا نشتغل عليها. ايه بقى اول شيء الصرف الصحي. في بلاد ما دخلتش فيها، في بلاد كتيره انظلمت ما فيهاش الصرف الصحي، وعندهم في ناس قالوا احنا عندنا ارض يا دكتوره وعندنا استعداد نشتغل بيها وكده، بس ما حدش استعان بيهم. يعني في الكوره تقصدي؟ في الكوره هنا احنا بنتكلم عن فؤوس ولا زي ميت العز واولاد عابدين والعزازي، والبلاد دي ما فيهاش صرف. ما فيهاش صرف. ما فيهاش صرف، بالرغم ان بالسهل جدا الارض قريبه لكوبري لبحر البقر، من السهل الصرف يتعمل من عن طريقها، بس عايزه حد يحرك ليهم المكان. دكتور، تقولي ايه لسماسره الانتخابات؟ هقول لسماسره الانتخابات حرام، حرام اللي بيحصل دوت بسببكم. مش في انجاز بسببكم. كل واحد عايز نفسه ياخد الجنيه بتاعه او الفلوس بتاعته اللي عايزها بيشتغل بيها، وبعد كده ما بنلاقيش اي انجازات للبلد. طيب لو هتوجهي كلمه بقى لاهل الدايره، اهل الدايره السبعه، احنا مش بنتكلم هنا عن فؤوس بس، بنتكلم عن فؤوس وكفر صقر وولاد صقر، تقولي لهم ايه؟ انا اقول لهم يا جماعه، في ناس بيقولوا احنا نازلين مش عايزين ننزل الانتخابات. لا، انزل. وانت رافضنا كلنا، انزل وادي صوتك واعمل رفض، لان عدم وجودك مش بتحسب، لان الاصوات بتتحسب على عدد الموجودين فقط. النسب بتتساوى بالنسب الموجوده، اللي غير موجود مش بتحسب وأكنه لم يكن. فانا عايزه كل الناس تنزل وتقول رايها. اللي رافض يقول انا رافض، واللي موافق يقول انا موافق. اللي رافض يروح يعلم لا ارغب، اسمك ظهر وصوتك ظهر انك لا ترغب. لو عدد الاصوات لا ترغب اكتر هيعيدوا الانتخابات من جديد ويعيدوا الاصوات من تاني. تمام. ايه اول ملف بقى يعني دكتوره ايمان ناويه تفتحه وتشتغل عليه؟ ملف واحد غير بقى ملف الصرف الصحي احنا اتكلمنا فيه. الصحه في علاجات مش موجوده في التامين. ان الموظف طلع معاش متهالك ومعاش بسيط،
بياخد ايه؟ الموظف وطول ما هو موجود ما شاء الله بياخد حوافز ومرتب ومكافئات، بعد ما بيطلع معاش بيلاقي المعاش بسيط جدا، مش قادر يجيب علاجه. يعني في واحده كلمتني مره بتاخد علاج، بتقول العلاج موجود في التامين ب 50 جنيه، بره ب 1700. طب هتجيب منين 1700 ومعاشها 3000 جنيه؟ هتاكل وتشرب ولا هتعيش ولا هتخرج؟ مش جاي 8 تكاتك النهارده. يبقى الصحه نركز عليها جامد ونشوف عدم العلاج ليه. ايه عدم وجود العلاج؟ عايزين رساله بقى للشباب. رساله للشباب، اقول للشباب يعني الله يكون في عونكم، انا مسميها الشباب المظلوم عشان في عدم وجود وظائف لهم. فالمفروض الشباب دول يسعوا للعمل ويسعوا انهم يقدروا كل واحد يطلع يختار المرشح اللي يمثل له ان يقدر يتكلم عنه هناك في البرلمان. طب اهم مشكله في كل دايره، يعني في الدايره السبعه اهم مشكله بتمس المراكز، كل مركز على حده، يعني شايفه فاقوس ايه اكتر مشكله فيها؟ شايفه كفر صقر ايه اكتر مشكله بتواجه المواطنين هناك؟ ولاد صقر ايه اكتر مشكله بتواجههم هناك؟ ولا حضرتك لسه ما خضتيش التجربه بقى انك تنزلي وتبحثي عن اهم المشاكل في المراكز دي؟ لا انا شايفه المشاكل الموجوده بينهم بحكم شغلي وتواجدي معاهم. حكم شغلي في اماكن الميه معدومه عندهم، المياه عندهم معدوم، في اماكن لسه ما دخلش فيها مياه. يعني في واحد من الصوفيه لسه مكلمني قريب بيقول لي يا دكتوره في مشاكل عندنا جامده، يا ريت تيجي وتسمعينا. تمام. فلما انا قلت له طب كلمني دلوقتي واعرف مشاكلك، لما عرفت المشاكل انا زعلت جدا. يعني في المياه مش وصلت لغايه عندهم، وطول النهار يعني اليوم كله المياه مقطوعه. يعني حتى بقول مدينا خط ومقطوعه، يعني في خط مياه ومقطوع، يبقى ايه الفايده؟ اذا حضرتك بتقولي انك نزلتي ودرستي كل المشاكل في المراكز دي وانك شفت انا نزلت اولاد صقر واشتغلت فيها، وكفر صقر. تمام. مشكله التكاتك في فاقوس، هل في خطه معينه للقضاء عليها او؟ والله التكاتك ده انا اتكلمت فيها كتير، كلمت الاستاذ محمد الاباصيري كلمته وقال لي انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده علشان انتوا السبب. ابقى نازل والست بيقول لها ست 15 جنيه اي حاجه، طب يلا عشان نركب. المشكله عندكم لو كل واحد وقف للتوك توك وقال له الاجره 10 جنيه ثابته مش بنقدر عليهم. لا انا احنا عايزين انا بتكلم في تقنين اوضاع التكاتك في مدينه فاقوس. والله تقنين اوضاع التكاتك ديت هم قالوا هنعمل لكل بلد تكاتك لون، يعني مثلا فاقوس لون، ابو كبير لون، بحيث ان لو جه توك توك من بلد تاني نعرف ده رقمه وكوده من جاي منين. تمام. عشان منع السرقه. تمام. طيب في نهايه لقائنا الجميل ده يا دكتور، يعني انا بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق طبعا لحضرتك. الله يحفظك. وحضرتك شرفتينا ونورتينا النهارده، ونتمنى يعني ان احنا نيجي ونبارك لحضرتك ان شاء الله بعد نجاحك في الاعمال الانتخابيه. لو حابه توجهي اي رساله قبل ما نختم حلقتنا اتفضلي. يعني والله انا عايزه اكلم السماسره تاني ان يعني رجاء انت اول واحد هتنضر بالفلوس اللي انت خدتها دي، هتفرح بيها بس بعد كده هيحصل لك مشكله ما مش هتلاقي حد يقف جنبك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا دكتور، شرفتينا ونورتينا. في نهايه حلقتنا بنشكر حضراتكم على حسن استماعكم، دمتم في رعايه الله وامن.